قرية دوير الأكراد، وهي قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة حما، يبلغ عدد سكانها 1000 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية للأسف. يعملون بالزراعة، والكثير من شبابها قبل العام 2011 كانوا يذهبون إلى دولة لبنان للعمل. فقد هؤلاء الكرد لغتهم الكردية في نهاية العهد العثماني، حيث جمعية الاتحاد والترقي كانت تحارب اللغة الكردية بسبب شوفينيتها، وبعد ذلك جاءت الحكومات السورية المتعاقبة الشوفينية لتكمل مشروع جمعية الاتحاد والترقي، فيفقد كردنا في هذه المنطقة لغتهم الكردية. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء المنطقة وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في قرية دوير الأكراد لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله كباقي اللغات، علينا أن نتعلمها وأن نعلمها لأولادنا. دمتم أهلنا في قرية دوير الأكراد.